مساء الفل. كنا اتكلمنا قبل كده عن خلاطات الشاور، وقلنا في منها العادي وقلنا في منها الشاور بانل، وكنا وريتكم اسعارها. لو عايز تشوف الفيديو ممكن ترجع تلاقيه موجود. طيب ايه بقى؟ قلنا الاوبشن الثالث اللي هو الخلاطات اللي بتبقى موجوده دفع. الخلاط بيبقى شكله بالطريقه دي، تمام، وبيبقى ده الجزء اللي بيتاسس في الحيطه قبل ما اركب وانا باسس سباكه، وبعد كده بيركب الوش ده. الخلاطات دي فيها 3 اوبشن، في اوبشن او 5 اوبشن كمان. كل ما ازود مخرج في الخلاط كل ما دفعت فلوس اكتر. طيب خلينا نتكلم ايه هي المخارج. واول مخرج والرئيسي الطاسه بتاعه الشاور اللي هي لازم تكون موجوده، مش هينفع يكون عند شاور من غير طاسه. الشاور ده بيبقى يا اما بتبقى نازله من الحيطه، بتبقى خارجه من الحيطه زي دي كده، او بتبقى من السقف، تبقى واحده من دي ومعاها ماسوره من دول، بحيث ان هي تكون نازله من السقف. بعد التشطيب بركبها وبأسس لها برضو وانا بأسس السباكة. طيب الاوبشن رقم 2 هو الهاند شاور. الهاند شاور هي القطعة دي، وبتكون مع الخلاط او بتتركب مع الخلاط. كل قطعة طبعا بسعرها بالشكل اللي انت عايزه، دي كلها اشكال مختلفة، فدي بتركب. لو انا بقى عايز حاجة اكتر بركب ايه؟ بركب الجتات دي، ودي بيبقى ايه فايدتها؟ بتبقى موجوده متوزعه 6 جتات على كل شكل اللي انتوا عايزينه، بيتحط في المكان اللي انت محتاجه، بحيث ان انت لو انت عايز لو عايز ميه اكتر تخبط في جسمك بتستخدم الجتات دي. الاوبشن رقم 4 ان انت يكون عندك بالاضافه جزء زي ده كده بينزل ميه من تحت، غير الايه، غير يعني ده بيبقى جنب الشاور التاني، جنب الايد بتاعته. ده المخرج 4. المخرج الخامس ان انت تزود الجتات اللي احنا اتكلمنا عليها. فاحنا عندنا كده 5 مخرج. كل ما تكون حابب تدفع فلوس اكتر، وكل ما محتاج اوبشن اكتر هتدفع فلوس اكتر.